يا صباح الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده كان الجو حلو قوي. كمان قلت لازم انزل اشتري شويه خضار. لان كانت التلاجة عندي فاضيه خالص، فقلت مضطره ان انا انزل النهارده. بصراحه كان الجو برضو حلو، يعني مش ساقع ولا سخن. وكمان قلت كده اخدكم جوله سريعه على كورنيش النيل. بصراحه الطريق بقى حلو جدا واتعدل جدا واتظبط فيه حاجات كتير. وانا بضطر ان انا اركب باص، لان المسافه ما بين البيت عندي والسوق مسافه كبيره جدا. فتعالوا نشوف مع بعض الخضار اللي انا اشتريته. وهنا بقى انا نزلت كمان زي ما انتوا شفتوا كده. نزلت يوم الجمعة. بصراحة كان السوق كان فاضي شوية، ما كانش فيه حاجة، بس كنت مضطرة ان انا انزل لان كانت حنين تعبانة فما ينفعش ان انا اسيبها لوحديها في الشقة او كده. فاستنيت ان باباها ياخد الاجازة وانزل اجيب طلباتي. بس للأسف السوق برضو ما كانش فيه برضو حاجات كتير. وجبت هنا شوية الخضار دول، هنعمل مع بعض المنيو بتاع الاسبوع. الخضار ده تقريبا في حدود 200 جنيه تمام كده او 250. يعني في حدود 250. وبرضو هقول لكم على الاسعار وعلى المنيو بتاع الحاجات تمام كده. اول حاجه جبت معاكم الفاصوليا، قصدي البسله. جبت البسلة، كان الكيلو ب20، جبت نص كيلو ب10 جنيه، وكمان جبت نص كمان جزر. كان الكيلو ب10، جبت نص ب5. هنا كمان جبت اللي هو كيلو موز، بس يعني انا جبت كيلو واحد بصراحة عشان ايه ما اضعفش واكل كتير منه. طبعا عشان السكر وكده، فجبت كيلو. بصوا كان شكله حلو قوي وشكله فريش كده وطازة. فكان الكيلو ب15 جنيه. كمان جبت نص كيلو ليمون. بصراحة بقى بنحتاجه كتير قوي في الشتاء، عشان طبعا نزلات البرد والحاجات اللطيفة اللي عمالة تحصل لنا اليومين دول. فجبت نص كيلو ليمون ب5 جنيه، كان الكيلو ب10 جنيه. جبت كمان الكاكا القمر دي. جبت الكاكا دي، فكانت الكيلو عامل 15 جنيه. انا جبت كيلو تمام كده، وحبيت ان انا يحطهولي في طبق، عشان بصراحة عقبال ما برجع البيت بيكون ما بتبقاش كاكا خالص، يعني بتكون باظت. وكمان جبت اللي هي بقى شوية العطارة دول. جبت هنا ذرة فشار، كان دول ب5 جنيه. وكمان جبت ربع عدس، تقريبا مش فاكرة السعر يعني، ممكن يكون ب10. وكمان جبت توم فول مدشوش عشان هنعمل بصارة مع بعض تمام كده. كمان هنا جبت اللي هو الفلفل. جبت الفلفل الرومي ده. كان الكيلو عامل 10 جنيه. فجبت هنا برضو كيلو، عشان انا بحتاجه كتير قوي في الفطار وفي الغدا وفي العشاء، بنحطه بيبقى طعمه حلو قوي مسكر تمام كده. وكمان جبت اللي هو الفلفل الالوان ده، جبت نص كيلو، 2 احمر و2 اصفر، برضو بينفعوا جامد قوي في الفطار في السلطه. فجبت منه نص كيلو، كان فريش كده وشكله حلو، فجبت منه نص كيلو. كمان جبت اللي هو الطماطم. زي ما انتوا شفتوا كده في الجولة، جبت طماطم. كان في طماطم ب5، وكان في طماطم ب10. فجبت اللي هو 2 كيلو ب5 اللي هو ب10. وكمان جبت 2 كيلو جامدين كده، اللي هو الكيلو فيه ب10 برضه، عشان بحتاجها لان انا بنزل كل 10 ايام تمام كده. هنا كمان جبت الخيار ده. الخيار كان الكيلو ب10 جنيه، فجبت كيلو. برضو هيقضيني طول ال10 ايام. يعني لو احتجت في اخر الاسبوع اخر يومين كده بجيب نص كيلو، بيساعد معايا، لان احنا طبعا بنحب الخيار جدا، وانا بقيت استخدمه كتير جدا في اكلي وفي التغميس كمان. بحب يعني بدل العيش طبعا، عشان عارفين السكر وكده، فانا بغمس بيه الاكل بدل العيش تمام كده. كمان بقى جبت الخبيزه القمر دي، مين فاكرها ومين عارفها؟ طعمها بيبقى حلو جدا يا بنات، هبقى اعمل معاكم الوصفه بتاعتها. طعمها بيبقى حلو قوي. بنشيل الورقه دي كده، يعني بشيل الورقه دي وبغسلها كويس، وبحط كمان معاها اللي هي اسمه ايه، الشبت، وبخرطها وبعملها زي الملوخيه. بصراحه بيبقى طعمها قمر، طعمها حلو جدا. وكمان ممكن تتخزن وما بتسودش، لو اتخزنت واتحطت في الفريزر بتفضل لونها اخضر زي ما هو، ولا كأن حصل لها اي حاجه. كمان جبت الكوسه دي، كان الكوسه الكيلو ب12 جنيه، لا ب15 جنيه. انا جبت منه كيلو. بصراحه الكوسه غاليه قوي، مش عارفه ليه، بس هي كان شكلها حلو يعني، فكمان بحتاجها كتير قوي في الاكلات بتاعتي. فجبت كيلو كان ب15 جنيه. وكمان جبت البتنجان الاسود ده.
يعني بيساعد معايا بقى في اكلات، في وجبات فطار، وجبه غدا، شويه بتنجان، شويه مسقعه، شويه بتنجان مقلي، بابا غنوج. فالمهم ان يبقى عندك بتنجان بصراحه بينفع جامد قوي. فجبت جبت كيلو ب10. هنا كمان جبت البطاطس دي، هو قال لي بطاطس تحمير، تمام. البطاطس دي الجديدة على ما اعتقد. فهنا جبت الكيلو، كان الكيلو ب10، فجبت 2 كيلو ب20، تمام كده. هنا كمان جبت ملوخية. بصوا الملوخية القمر البلدي دي، بصوا شكلها عامل ازاي، شكلها تحفة. الكيلو ب10 جنيه، جبت نص كيلو ب5 جنيه. وكمان جبت البرتقان القمر ده، بصوا انا نقيته معاكم على فكرة، جبته من ولد امور كده قمر وشكله حلو قوي. فجبت الكيلو ونص ب10. جبت الكيلو ونص هنا ب10. وكمان جبت الجوافة، جبت البرتقان ده 2 كيلو، طبعا بنحبه جامد جدا في الشتاء. وكمان جبت الجوافة دي برضو كنت بنقيها معاكم في الجولة. فهنا جبت كيلو ونص برضو ب10، تمام كده. وهنا بقى جبت كمان اللي هو الطماطم، اللي هي كانت الكيلو فيها ب5 جنيه، وقلت لكم جبت برضو طماطم كان فيها الكيلو ب10 جنيه، بس كانت جامدة شوية. وهنا كمان جبت شوية خضرة، بقدونس على كزبرة على بصل اخضر على بقدونس، صح كده، على شبت. برضو الحاجات دي بتنفع جامد قوي. كنت نفسي في جرجير، بس بصراحه ما لقيتهوش فريش كده وطازه، فقلت لا خليك بقى كمان يبقى اجيبه في يوم تاني. وكمان جبنا كمان السلك ده بينفعني جامد قوي في التنظيفات، لو عايزه انضف اي حاجه سيراميك او اي حاجه بينضف لي كل حاجه. فكنت جايبه الشويه دول كده ب5 جنيه. بصوا بقى الحاجه دي جايباها من عند ست بتبيع صابون وبتاع، ولا تقولوا لي بقى ان احنا هنجيب جنرال او اي حاجه بتعمل معطر حلو. بصراحه ريحته حلوه جدا واحلى من الجنرال 100 مره. ريحته حلوه وبيعطر البيت، والريحه بتفضل معطره كده في البيت وقت كبير، ممكن تقعد يوم كامل بيتك ريحته حلوه. فبصراحه دول كانوا ب5 جنيه وحلوين قوي. مش عيب على فكره ان انت تنزلي السوق عادي وتجيبي الحاجات دي، بتبقى حلوه جدا وموفره. وبصوا بقى الحاجات دي كلها كده كانت في حدود تقريبا 200. انا كنت واخده 300، فكانت في حدود 200 جنيه. ما خرجتش عن ال200 جنيه، فجبت حاجات كتيره جدا. وهنا بقى كانت حنين يعني كنت انا كده خلاص جيت من السوق، وطبعا كنت محتاجه ان انا اصلي لان كان خلاص العصر قرب يأذن، فدخلت كده عشان اصلي. فحنين بقى حبيبتي قالت ايه، حبت تساعدني كده او تفاجئني. بصراحه هي كانت تعبانه وعندها برد بقى، والدور اللي داير مع الاطفال اليومين دول. فبعد كده قالت انا اقوم اساعد ماما، وعطت لي طبعا حاجه التصوير وقعدت تصور، بس خلت باباها طبعا ساعدها وكده، وفاجئتني بصراحه. فربنا يخليكي ليا يا حبيبتي يا رب. وانا اصلا معودة ان هي تغسل معايا الخضار، فيعني عودوا اولادكم ان هم يدخلوا معاكم المطبخ او يساعدوكم في اي حاجة، عشان تبعدوهم شوية عن التلفزيون او التليفونات. وهنا منيو الاسبوع انا عملت المنيو دوت. انا بعمل منيو الاسبوع ازاي بقى، يعني يوم بيكون لحمة، يوم اكل شعبي عادي، وبعد كده يوم فراخ، يوم اكل شعبي عادي، يوم ممكن يكون سمك او فراخ او لحمة، وهكذا يعني يوم ويوم ويوم. فلو حابين المنيو هو ده اللي نزل، فحضراتكم ممكن تعملوا سكرين شوت للمنيو كده. وكمان كنت في اليوم دوت هم كانوا عايزين ياكلوا عدس، هو كان يوم الجمعة، يعني الفيديو ده متصور بصراحة من يوم الجمعة. فكانوا عايزين ياكلوا عدس، لان كان برضو الجو يعني مش دافي قوي، كان ساقع، فهم كانوا عايزين ياكلوا عدس. فقلت اعمل لهم كده شوربة عدس خفيفة. وكمان هم بيحبوا ياكلوها بالعيش المحمص. فهنا كمان قطعت الجزر، وبحط معاه جزر، بحط كمان معاه 3 طماطمايات، صح كده 3 طماطم، وبحط كمان بصل، وبحط توم، واوقات كنت بحط بطاطس، بس طبعا عشان انا هاكل منه فما حطيتش بطاطس، تمام كده. المهم المنيو بيكون يعني عشان
الزمن اللي مش مظبوط اليومين دول والاقتصاد. وبصراحة الست في البيت بتبقى فعلا هي اللي شايله المسؤوليه. الزوج بيدي المصروف او المرتب او بيديكي مصروفك الشهري، وانتي بقى اللي بتشيل المسؤوليه كلها بصراحه، فبتبقى المسؤوليه صعبه جدا. عايزه اقول لكم هنا ان الميه كانت قطعه، يعني جيت اغسل البصل وكده فلقيت الميه قطعه. فبصوا الحاجه دي حلوه قوي يعني. هو يعني جوزي كان جايبها بالصدفه، فبصراحة بقيت بستغلها أسوأ استغلال. كل ما المية تقطع بصراحة بتنفعني كزي الحنفية بالظبط. المهم هنا بقطع البصل والطماطم، وكمان هحط معاها توم واحطه كله مع بعضه، ومعايا كمان ربع عدس. شفتوا العدس بتاع اكل الغلابه والله العظيم بجد اسمه، يعني هو كانت اكله الغلابه. دلوقتي اللي عنده شويه عدس بيبقى من الناس الاغنياء. العدس عندنا عامل 40 جنيه، انا جايبه الربع كيلو ب10. فعلا الاسعار غالية جدا. تخيلوا لو عيلة كاملة مثلا مش هيقضيها ربع عدس مثلا، هيكون عايزين اقل حاجة نص كيلو. ولو عيلة كبيرة شوية هتبقى محتاجة كيلو عدس عشان يقدروا يعملوا حلة كويسة يقدروا يشبعوا بيها اولادهم ويقدروا هم كمان ياكلوا. فربنا يلطف بينا ويعدي الازمة دي على خير. ونقدر نعيش الحياة الطبيعية اللي هي يعني مش عايزين نبقى اغنياء والله، بس يعني نبقى حياة طبيعية، يعني الناس كلها تبقى شبعانة، يعني واكلة وشبعانة واطفالهم شبعانين دافيانين، مش ناقصهم الاساسيات. تمام يعني، لان الاساسيات فعلا ما بقتش حتى موجودة يعني بالنسبة للاطفال. او بجد الست بتبقى شايله مسؤوليه كبيره جدا، ان هي عايزه لازم تاكل اولادها ولازم تاكل جوزها، وفطار وغدا وعشاء، وفي نفس الوقت الدنيا مش مظبوطه معاها، وفي نفس الوقت ما فيش مرتبات، ولما مرتبات بتكون ضعيفه جدا. فالمرتبات مع الزمن اللي احنا فيه ده ما تنفعش خالص. فبس يعني احنا قدها وقدود، واحنا كستات مصريات او اي ست في اي مكان في اي بلد، اي ست بتبقى قادرة ان هي تعدي الازمة وتشيل المسؤولية، سواء كانت مصرية او اجنبية او خليجية. فاحنا كستات كجنس النساء نفسه، فبصراحة يعني احنا بنشيل وبنستحمل المسؤولية وبنشيلها كمان. فربنا يلطف بينا ونعديها ان شاء الله على خير. هنا كمان كنت خلصت العدس وهطحنه كده في الخلاط. لو عندك هاند بلندر كمان ممكن تطحنيه. انا ما بعملش اي حاجه خالص ولا اضافات، غير ان انا حطيت طماطم جزر بصل توم مع ربع كيلو عدس، غسلته كويس وحطيت كل ده على النار وسبته لحد ما مستوى براحته. وفي نفس اللحظه انا ما بحبش اكون غسيل مواعين. بصوا الجنب اللي بتاع الحوض ده انا بنشف عليه المواعين، وباجي في اخر اليوم كده اللي هو بقى خلاص داخله انام، فقبل ما ادخل انام بروح ماسكه الاطباق والحاجات دي كلها ورصاها في اماكنها. فبصحى الصبح الاقي المطبخ بتاعي فل، يعني فله يعني، فما بقاش عاتله هم المواعين بتاعت بالليل. تمام كده. خصوصا كمان ان عندي الميه بتقطع كتير جدا، فانتي دايما ايديكي اول باول كده في غسيل المواعين، هتلاقي نفسك خلصتي وانجزتي حاجات كتيره جدا. اهم حاجه على فكره، لانها بتوقف كتير جدا يعني، طبق مع معلقتين 3 هتلاقي نفسك عندك شويه مواعين حلوين يعني تقفي فيهم مثلا ساعه. اما لو اول باول كده وانتي بتخلصي اكله تغسلي فيهم المواعين، هتلاقي نفسك خلصتي كل حاجه ان شاء الله. هنا كمان كنت خلصت. احلى لحظه عندي اللي هو كمان باجي اغسل كده الحوض، بفضل عايزه اغسله بقى خلاص، يعني انا فرحانه بيك وانت فاضي كده. فطبعا ستي او جدتي الله يرحمها كانت تقول دايما مادام عندك دوشه ومواعين ومطبخك دايما يعني مش فاضي ومليان حلل واطباق وحاجات ومواعين كتير، فانت كده عندك الحياه. والله بتقول كده، كان دايما تقول لي الحياه موجوده طول ما المطبخ كده والحلل دي عماله تخبط وترزع كده في المطبخ، يبقى كده الدنيا كويسه واهلك كويسين والحياه كلها، يعني اولادك بياكلوا بيشربوا جوزك بيتك، فتحمدي ربنا على النعمه دي. هنا كمان حطيت شويه زيت، يعني معلقه زيت كده، ومعاها كمان معلقه سمنه بلدي، وحطيت شويه شعريه خفاف خالص، يعني تقريبا كده يعني ربع كوبايه مع الربع كيلو عدس. ما تحطوش كتير لانه بيزيد جامد جدا مع العدس. تمام. وهنا كمان هحمرها، هديها كده تحميره كويسه، وبعد كده هنزل عليها بالعدس، واحط مع العدس ملح، شويه فلفل، شويه كمون، شويه هريسه شطه لو انتوا بتحبوا او انتوا عندكم، كمان شويه شطه،
شويه كزبره، وممكن تحطي تضيفي مكعب ده مرق الدجاج، وهي بصراحه مش محتاجه خالص، لان فعلا ال العدس بالطريقه دي بيبقى طعمه حلو قوي مسكر، وكمان مش بيعمل حموضه، وكمان مش بيكون تقيل. تمام، فجربوها وان شاء الله تعجبكم. المهم ظبطي امورك وظبطي ميزانيتك، امشي واحده واحده على قدك. مش لازم تضغطي نفسك، خليها يوم لحمه، يوم عادي، يوم كده تشوفي بواقي اكل عندك، تعملي اكله خفيفه، شويه فول مع شويه طعميه مع شويه بطاطس مقليه جبنه بطماطم هتقضي يوم. مش عارفه اسمه ايه، قرنبيط، يوم ممكن لحمه، يوم فراخ، يوم سمك، وممكن يومين 3 في الاسبوع اكل شعبي. فان شاء الله الميزانيه هتظبط معاكي، وان شاء الله نزل لكم الميزانيه اللي انا ماشيه بيها في بيتي، وان شاء الله تعجبكم. هنا برضو كمان كان عندي الخلاط اللي انا استخدمته عشان بضرب فيه العدس، فكمان غسلته عشان يبقى انا كده تمام، ما فاضليش الا الاطباق بتاعه الغدا. وهنا كمان هغرف كده طبق صغنون للتصوير، بس طبعا كل واحد خد الطبق بتاعه يعني، فانا حبيت اصور بس الطبق بتاع التصوير، اما الاطباق التانية فكل واحد غرف الطبق بتاعه كده، اللي حب بقى ياكله عادي كده بعيش، واللي عايز ياكله كده من غير عيش خالص يشربها زي ما انا عملت كده. انا كنت باكله بالمعلقه. طبعا خلوا بالكم من لو حد مريض سكر هو بيرفع السكر، فبس يعني الظروف بتحكم ان احنا ناكل من اكل البيت. وهنا كمان كنت مخلله ليمون، طبعا خلص، كان اخر شويه ليمون عندي. وكمان حطينا العيش، طبعا العيش ده مش ليا، للي في البيت يعني. وبكده نهاية الفيديو معاكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم، وبتمنى ان القناة تعجبكم، ومع السلامة حبايبي في رعاية الله.